السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وافضلها وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو يا رب. معكم الشيف ملكه من قناه ملكه مهام. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه اللي غنشارك معكم اليوم هي مورقه بالفيلو وجبنه الفيتا اللي كتجي صراحه رائعه، اللي قدمتها بوحدها، كذلك قدمتها مع سلطه. بالنسبه لهاد السلطه غنشاركها معكم في الفيديو اللي يجي ان شاء الله الرحمن الرحيم. صراحه كتجي رائعه ولذيذه. قبل ما نبدا معكم الطريقه والمقادير، الا كنت اول مره كتشاهدوا فيديو في القناه معايا، ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم اي فيديو جديد حطيته في القناه. كذلك ما تنساوش الا عجبتكم الوصفه تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم. كناخذوا الورقه ديال الفيلو، كناخذوا منها الكميه اللي غنحتاجو، واللي بقى كنعاودوا نلفوه ونغطيوه باش ما تنشفش لينا. اول حاجه قطعت الورقه على 4 في الاول، عاود من بعد قطعتها مربعات. كنغطيها بمنديل وعاد اش كنبدا ناخذ بالوراق اللي غنخدم بهم، والباقي كيبقى مغطي باش ما ينشفش ليا. هنا عندي الجبنه ديال الفيتا، فانا قطعتها هنا بجوج الاحجام. بالنسبه الاولى قطعت على سود كبيره، هي اللي قدمتها بوحدها، وبالنسبه للثانيه قطعتها صغيره باش هي اللي قدمت مع السلطه. فالاولى قطعتها على 9 والثانيه قطعتها على 12 مكعب. هنا كناخذ جوج ورقات في الاول، كندهنهم بشويه زيت الزيتون وكنرش عليهم الاوريغانو اللي هو الزعتر، عاد باش كنحط ورقه واحده من الفوق. من بعد ما كنحط الورقه الثالثه من الفوق، كنلف نغطي هذيك الطرف ديال الجبنه ديال الفيتا، وكنلفها على الشكل اللي كيبان لكم، وكندهنها بزيت الزيتون من الفوق من الجوانب، وكنحطها في الطاوه. بالنسبه قبل ما نسدوها يمكننا نضيف شويه العسل، كيبقى اختياري، انا ما درتوش ولكن كذلك كيجي لذيذ. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكملهم كاملين. كنقادهم في الطاوه وكنعاد نرشهم بشويه الجلال من الفوق. كنكون مسخنه الفران على 175 درجه، كنديرهم حتى كيتحمروا من الجوانب ومن الفوق ومن التحت، هذا باش كنخرجهم من الفران. بالنسبه هادو اللي قدمتهم بوحدهم، رشيتهم شويه العسل من الفوق وزينتهم بالكركاع وبالورد كما غيبان لكم. وبالنسبه للصغار فانا خليتهم ما ضفت لهم حتى شي حاجه، هما اللي زينت بهم السلطه من الفوق. هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. فصراحه المرقه كتجي لذيذه وكتجي مقرمشه من الفوق، الجبنه ديال الفيتا كتكون رطابت من الداخل،
كتجي رائعة. كذلك جات في السلطة رائعة. حنا كنعرفوا الفيتا تشيز كتمشي مع لي سلطات، ولكن بهذه الطريقة فكتزيدها قرمشة، كتجي رائعة صراحة. كنتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وما تنسونيش بلايك وتعليق، ولا كان عندكم اي تساؤل خليوه لي في صندوق الوصف. كانت معكم الشيف ملكة من قناة ملكة عمران. الى اللقاء في فيديو جديد مع وصفة جديدة. دمتم في امان الله.